رجعت مع الجماعة دول من المصنع. وصلنا الفندق، شربنا شاي، بعدين روحت. بعدين اختفوا تماما. عرفت بالصدفة ان هم رجعوا مصر، فمحدش كلمني ولا حد قال لي اي حاجة، يعني ان هم نازلين ولا اي حاجة يعني. فبعت لهم رسالة على الواتساب: يا جماعة طب مش تقولوا ان انتوا راجعين يعني وكده. محدش عبرني برضو. المقصد ان هم كانوا بيتسلوا يعني ايه اهو. الفترة دي كان ليا صديق من اسيوط، وكان هو برضو عايش في الصين، وكنا احنا يعني بدأنا المشوار سوا. احنا بدأنا مشوار الاستيراد ده سوا، لكن هو كان عايش في ايو وانا كنت عايش في جوانزو. فاتصل بيا: ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ قلت له تمام الحمد لله. يا ابني فينك؟ قلت له والله دينا انا في جوانزو الدنيا. فقال لي انا ان شاء الله هكون في جوانزو بكره او كده، فاتمنى اقابلك واشوفك. قلت يا عم ده زي الفل، تعالى تنور. المهم الراجل جه وقعدنا واتغدينا سوا. واخبارك والدنيا وعامل ايه؟ قلت له والله الحمد لله الامور ماشيه وبتاع. انا في وقتها كنت دفعت الايجار. انت ايه اللي جايبك؟ قال لي انا جاي ان شاء الله علشان بفكر يعني اعيش في جوانزو كده. قلت له يا عم تعالى. قلت له تعالى اسكن معايا، لو هتقعد كام يوم شوف الدنيا تمام ظبطت معاك وزي الفل، خير وبركة نقعد سوا ونقسم الإيجار سوا. ظبطت خير وبركة، ما ظبطتش يبقى قعدنا وتونسنا وكده يعني. قال لي خلاص اوكي. في الفترة دي برضو كان الميعاد بتاع الانترفيو بتاع الشركة. قالت لي تعالى بعد 15 يوم، كان خلاص يعني قرب خالص. الشركة في مدينة شنزن، وأنا كنت بحب شنزن جدا لأنها بلد الإلكترونيات، وأنا أحب الإلكترونيات جدا. يعني زي ما بيقولوا وجدت ضالتي. أخدت القطر ورحت رايح على إيه؟ رايح على شنزن. أول ما وصلت شنزن نزلت ركبت المترو. نزلت من المترو، كان في بنت جميلة صينية اسمها لين كانت مستنياني، راحت واخداني ورحنا رايحين على الشركة. دخلنا المكتب، كان في صاحبة الشغل اسمها أنا، ست كبيرة وكانت بتحبني خالص مش عارف ليه. أول ما دخلت الانترفيو أنا اتقبلت في 3 ثواني، يعني ليه أنا مش عارف. تسألني ايه الأخبار، كان يماني اشتغلت فيه، اشتغلت في كذا. هي الست صينية ما بتعرفش تتكلم انجليزي، لين اللي كانت بتترجم. فبقول لها طب المرتب كام؟ قالت لي اول حاجه، قالت لي انت اتقبلت. قلت لها طب مش هعرف المرتب كام. قالت لي انا هدي لك 6000 يوان. قلت لها يعني $800. قالت لي اه. قلت لها لا ده مرتب قليل جدا. قالت لي طب انت عايز كام؟ قلت لها انا عايز اقل حاجه $1000. قالت لي البنت اللي بتترجم لك ده هي بتاخد 3000 يوان، يعني انت جاي تشتغل هتاخد ضعف اقدم حد شغال عندي. قلت لها ماشي بس العبرة بالنتائج وكده. فقالت لي يا احمد اشتغل وليك هدي لك عمولة وهدي لك مش عارف ايه. قلت لها خلاص اوكي. طب عايز ايه؟ قلت لها ده انا لسه جيت عشان الانترفيو، هرجع اجيب الحاجة بتاعتي الشنطة بتاعتي واجي. قالت لي ماشي. الشغلانة كلها كانت اني هم عندهم اكونت على علي بابا، انا برد على الرسائل. خلصت الانترفيو ورحت راجع على جوانزو. وانا راجع في الطريق كان في دماغي تساؤلات كتير جدا. اول حاجة انا سألت الست صاحبة الشركة، قلت لها الشركة بتوفر سكن؟ قالت لي لا. فانا كنت دفعت الايجار في جوانزو، طب انا هعمل ايه في الايجار ده؟ هدفع ايجار تاني؟ طب هجيب فلوس الايجار اصلا منين؟ هستلف تاني؟ ما كنتش عارف. تاني حاجة ان الشركة قالت لي خلاص انت اتقبلت، روح هات الشنط بتاعتك وتعالى. طب انا هروح وارجع اشتغل 15 يوم، بعدين هتبدأ الاجازة الصينية. طب الاجازة الصينية شهر، يعني انا اقل حاجة على ما اقبض قدامي شهر ونص. طب انا هدفع ايجار السكن الجديد لو سكنت في شنزن منين؟ فكان في حيرة كبيرة في دماغي. بس انا قلت انا اللي شفته، السواد اللي انا شفته ده مش عايزه يتكرر. فقبلت.